كادي للأوضة اللي فيها ميجن، وبتخلي كادي تلمسها لأن أول شخص بتلمسه ميجن بتبقى مسؤولة عن حمايته وبتعتبره صديقها الوحيد. وبنشوف إنها مصممة على أحدث التقنيات وبتقدر تقلد الأصوات وبتتفاعل مع الشخص اللي قدامها وبترسم مع كادي، بس كادي بتلاقي إن الورقة فاضية وبتسألها فين رسمتها، فبتوقع ميجن كوباية مية على الورقة، وديفيد بيفتكر إن ده عيب فيها، لكن بيتفاجئ إن المية أظهرت الرسمة، وكانت الرسمة دقيقة جدا لكادي اللي بتفرح جدا لما بتشوفها. وديفيد ما بيكونش مصدق وبيقول لجيما إنها لازم يعرضوها قدام مجلس إدارة الشركة ويقنعوا المستثمر اللي هيمول المشروع بالجانب العاطفي، لأنه عنده بنت في نفس سن كادي، وبيطلب منها إنها تخلي ميجن معاها في البيت عشان التفاعل بينها وبين كادي يكون أقوى، وساعتها يقدروا يقدموا عرض كويس قدام المستثمرين. وفعلا بتاخدها بيتها وبتبقى كادي فرحانة بصاحبتها الجديدة، وبتعدي الأيام وبيرتبطوا ببعض أكتر، وميجن بتوجه كادي وبتهتم بيها، وجيم بتسجل في تقرير المميزات اللي ملهاش مثيل في ميجن زي جسمها المصنوع من مادة